يا مساء الجمال. فيلمنا بيبدأ بصحفية اسمها سام، وبنعرف إنها بتشتغل في مجلة مشهورة، وبعد ما خلصت شغل وخرجت بيكون في حد مراقبها وعمال يصور فيها لحد ما راحت المستشفى لمامتها، والست عايشة بقالها فترة على أجهزة، والدكتور بيقولها للأسف مفيش أمل، وبيطلب منها إنها لازم توافق إنهم يشيلوا الأجهزة من عليها، لكن سام بترفض، وكانت مقتنعة إن هيحصل معجزة تخلي مامتها ترجع للحياة من تاني. وهي مروحة بتقابل شاب اسمه فيفيك، وده جارها وساكن معاها في نفس المنطقة وعنده 19 سنة، والجدع وصلها لحد باب شقتها ونزل يقف تحت وبيفضل يبص عليها، وبيطلع المعلم هو اللي كان بيراقبها. طب ليه؟ لسه ما نعرفش، يمكن معجب. المهم تاني يوم الصبح بيخبط عليها روهان جارها وماسك في ايده السباك، وبيقول لها يا ستي المية اللي بتنقط عندك بوظت لي الدنيا خالص. وبعدها سام بتنزل على شغلها. فيفيك قال لها مينوبك فيها ثواب تاخدينا على سكتك للكلية، وهم في الطريق بيعدوا على الكافيه اللي جنب البيت، فصاحبنا نزل يجيب قهوة لزوم الجنتلة. وقتها صاحب الكافيه بيطلع وبيشكره لأنه حلله مشكلة النت ووصله الواي فاي في الكافيه. وبعدها سام قالت له صلحت لي الموبايل، فالتاني قال لها تنزله قبل الكلية عشان يروح يشوفه. ولما بيروح للراجل لقى التليفون باظ خالص، فسأله انت عملت فيه ايه يا عم الحاج؟ ده كان عايز تاتش مش اكتر. فصاحب المحل زعقله وقال له اجري يلا من هنا، مش على اخر الزمن حتة عيل زيك هيعرفني شغلي. فبيتضايق جدا وبيروح كليته وهو دمه محروق. في نفس الوقت سام بتروح لحبيبها وكانت متعصبة ومخنوقة منه عشان لسه ما طلقش مراته زي ما قال لها، وقالت له كفاية قوي لحد كده. لكن قال لها انت اللي في القلب، والجوازة دي مجرد مصلحة مش اكتر، بمعنى اصح بلا في قلبها وعقلها بكلمتين. اما فيفيك كان روح بيته وبيكون عايش مع جدته، وبالليل بيكلم باباه ومامته فيديو، وباباه كان عمال بيزعقله وبيقول له اديك سبت الكلية في امريكا ورحت درست في الهند ولسه زي ما انت فاشل. بس التاني بيسمع صوت في الشارع فبيروح يبص، فبيلاقي سام في حضن فبيتضايق جدا وشكله كده بيحبها بجد، ودخل طلع غله كله في الراجل صاحب الموبايلات وهكر جهازه. مش بس كده، ده حط صورته مع المجرمين اللي مطلوب القبض عليهم واتصل وبلغ عنه الشرطة. يا عم حرام عليك، وديت الراجل في داهية. لا ده ما اكتفاش بكده، راح لصاحب المحل وبيشوفه وهو نازل من عربية الشرطة وعرفه ان هو اللي عمل فيه كده، وقال له دي قرصة ودن مش اكتر، ولو ما ادالوش ايفون ببلاش هيشوف العذاب اشكال والوان. فالتاني بيخاف وبيديله الايفون. وبالليل كان عيد ميلاد سام، فصاحبنا بيروح لها وبيديها الايفون هدية، لكن سام كانت في عالم تاني، وده عشان سقع لها وسابها في يوم زي ده. والتانية بتفضل تشرب كاس ورا التاني عشان تنسى. وبعد الحفلة قعدت سام مع فيفيك تشتكي له وتقول له يرضيك يا فيفيك يا ابني انا البس واجهز الحفلة وهو ينفض لي؟ والتاني ما صدق، ما هي جات له على الطبطاب وطبطب عليها وقال لها والنبي ما يستهلك. وطبعا مش محتاجة شرح اكتر من كده. وتاني يوم الصبح بتلاقيه جنبها، فبتقولك يا دي الوقعة السودا. وقتها الباب خبط، فبتلبس وتنزل بسرعة، فبتلاقيه فيفيك قال لها افتحي وانا هتعامل معاه مالكيش دعوه. سام قالت له بقول لك ايه، اطلع من دماغي والبس وامشي، وقدر انه ما حصلش واللي حصل ما يتكررش. ولما راحت الشغل ما كانتش طايقه نفسها وبتفتكر هي ازاي عملت كده مع الواد ده. وقتها فيفيك بيروح لها الشغل وكان جايب معاه الغدا. يا ابني ما تسيبها في حالها الله يهديه. فبيسمع المديره بتاعتها وهي بتزعق لسام، فاخد بعضه وجري على البيت وبيسرب معلومات عن شركتها، وده خلى الاسهم بتاعتها تنزل لسبع ارض وتخسر. وبعدها بيكلم سام وبيقول لها ايه رايك في اللي عملته، ولو حد ضايقك تاني انت تأمري بس. سام طبعا ما عجبهاش الكلام وطلبت منه يقابلها في الكافيه، وهناك اعترف لها انه بيحبها وبيغير عليها من الهوا الطاير. لكن سام قالت له انت مجنون، ده انت قدبني واللي حصل بينهم ده كان غلط. التاني اتعصب وقال لها العيل اللي مش عاجبك ده كنت مبسوطه معاه. سام اتمطعت ورزعته كف مخبرين وقالت له ما اشوفش وشك تاني. واللي حصل ده خلاه يحط لها كاميرات في شقتها عشان يراقبها ويعرف عنها كل حاجة، وكمان أجر مكان بعيد عن شقته وقعد فيه وفضل يراقبها ليل ونهار. ولما بتروح سام على شغلها ما كانوش عايزين يدخلوها لحد ما طلبتها المديرة وعرفتها ان المعلومات اللي اتسربت من اللاب بتاعها. صاحبتنا اتصدمت وقالت لها استحالة اكيد، بس المديرة زعقت لها وقالت لها احنا مستغنيين عن خدمتك. يعني الست اتخرب بيتها واخدت الصدمة وراحت على مامتها وقعدت تشتكي لها همها. وفجأة تليفونها بيشتغل عليه رسالة صوتية من فيفيك وبيقول لها ان لسه قدامها فرصة عشان تكون حبيبته، ولو رفضت ما تلومش غير نفسها. فالغلبانة بتحاول تفصل الموبايل، لكن للأسف المستشفى كلها سمعت الرسالة فاتضايقت وكسرت التليفون. وتاني يوم بيروح لها وبيقول لها احكي لي اللي حصل بالظبط. فالتانية قالت له لا والله انت لسه فاكر؟ رد ما خلاص بقى قلبك ابيض، قولي بس مالك. فبتحكي له الحكاية من طقطق لسلام عليكم حتى اللي حصل ليلة عيد ميلادها. فصاحبنا قرب منها
ومسك ايديها وقال لها اسف يا سام، حقك عليا، انا السبب في كل اللي حصل يا نحنوح. وكمان عرفها انه هيتصرف مع فيفيك، وطلب منها تسافر معاه وهو بيصور فيلم جديد يعني عشان تغير جو. وطبعا المعلم كان قاطع على كل ده، وفعلا بيسافروا وكانوا مبسوطين على الاخر، والدنيا كانت ماشيه تمام وزي الفل. بس فيفيك يسكت؟ لا طبعا، هكر كاميرات الفندق اللي هم فيه، وكمان كان بيتفرج عليهم وهم قاعدين قعده رومانسيه. والتاني الدم غلي في نافوخه، واخد صوره ليهم مع بعض ونشرها، وقال ان الفنان المشهور عارف سام على مراته. ولما بيرجعوا من السفر الدنيا اتقلبت عليهم، والصحافه كانت مستنياهم في المطار. فالتاني ساب البنيه وخلع. رجاله ملهاش امان. سام اتضايقت وراحت لمامتها، وقتها بتشوف في الاخبار في لقاء تلفزيوني بيقول انه بيحب مراته، وكل اللي اتقال دي مجرد اشاعات، وان سام مجرد صديقه عزيزه وقابلها صدفه في المطار. ولما بتدخل اوضه مامتها بتلاقي فيفيك مستنيها، وقال لها انها ضيعت من ايديها الفرصه، وبعد اللي حصل بينها وبين هو مش عايزها تكون حبيبته. بس الجدع الشهاده لله عرض عليها عرض تاني، والمره دي ترد عليه وقتي، والا هيدمر لها مستقبلها. طب اللي هو ايه؟ انها تكون عشيقته. ما هو مش احسن من فالتانية اتعصبت وعرفته انها هترجع حياتها اللي اتدمرت بسببه. فيفيك قال لها ولا تعرفي تعملي حاجه، انت فضحتك بقت بجلاجل، والناس ما بتصدق تلاقي جنازه وتشبع فيها لط. ولما بيرجع لبيته بيدي المساعده فستان احمر، وطلب منها تلبسه وتقلد سام في كل حاجه. وفجاه مسكها وضربها. شكل كده عنده سلك ضارب ولا ربع طاير ولا ايه حكايه امه بالظبط. اما سام فقررت تسمع كلام الدكاتره، ووافقت تشيل الاجهزه عن مامتها، وكان معاها جارها روهان في كل حاجه بتعملها. ومامتها بتتوفى، وفي الجنازه بيجي عشان يوصيها، لكن سام قالت له كان فيه وخلص، واحسن لك تمشي وما اشوفش وشك تاني. وتاني يوم الشرطة بتقبض على فيفيك، ولما بيروح القسم بيلاقي سام هناك، وبيعرف انها بلغت عنه. وبعدها الضابط طلع من مكتبه، ففيفيك استغل الفرصة وهكر تليفون الضابط وعرف كل اسراره. ولما الضابط رجع صاحبنا قال له هتخرجني ولا اعرف مراتك بكل بلاويك السودا. وطبعا التاني ما كانش قدامه غير انه يفرج عنه، واتصل بسام وقال لها انه ملقاش اي دليل ضده. وبعدها سام بتعرف ان فيفيك هكر الفيسبوك والانستا وكل الاكونتات بتاعتها، ونزل عليهم بوست مكتوب فيه انها باعت عربيتها وكمان اتطردت من شغلها والمقلب اللي اخدته من فروهان اخد بعضه وراح لفيفيك وضربه العلقه المحترمه وقال له يبعد عن سام. ولما رجع بيته سام شافت ايده وفهمت اللي فيها، وسالته عن شنطه الاسعافات. ولما قامت تجيبها بتشوف صوره ليهم مع بعض وهم صغيرين، وعرفت انهم اصحاب من ايام الطفوله. وزي ما تقول كده ما صدقوا عشان يقربوا لبعض، وكمان قرروا يجيبوا هاكر تاني يساعدهم. وفجاه بيظهر فيفيك على شاشه اللاب وبيقول للهاكر لو ما مشيتش دلوقتي هسحب فلوس من حسابك في البنك. وفعلا بيسحب مبلغ يا ابن اللعيبه. فالتاني بيخاف وبيمشي، وفيفيك بيهدد سام وقال لها انه هيفضل مراقبها في كل مكان في كاميرات. والتانيه بتنهار وبتجري على الشارع، فبتخبطها عربيه. وبعد فتره بتقرر سام انها هتواجه فيفيك، فبتطلب من روهان يقعدوا في كافيه فيه مزيكا عاليه عشان المنيل على عينه ما يسمعش. وقالت لروهان انه اكيد عنده اسرار توديه في 60 داهيه، وانهم لازم يراقبوه. وفعلا روهان كان عامل زي ديلو. ولما سام شافت الصور بتلاحظ ان المساعده بتاعته لابسه شنطه غاليه قوي، فقرروا انهم يراقبوها هي كمان. بس الاول بيدوا تليفوناتهم للدكتور عشان يتوهوا فيفيك وما يعرفش مكانهم، وهم يروحوا ورا البنت. وبيتصدموا اول ما بيشوفوها لابسه لبس تاني غير اللي بتلبسه. سام قالت لها ايه الحكايه بقى بالظبط، فبتقول لهم ان فيفيك ده اكتر شخص بتكرهه في حياتها عشان هكر تليفونها ووصل لصورها الشخصيه، وابتزها بيهم وخلاها تعمل حاجات كتير غصب عنها. مش بس كده، ده كمان هكر موبايل بنت تانية وفضحها وخلاها تنتحر. سام وعدتها انها هتجيب لهم حقهم. يا اختي تنيلي وهاتي حقك منه الاول. وبعدها راحت على كافيه مع روهان وطلعت الخطوط من الموبايلات عشان التاني ما يسمعش. بس المعلم هو اللي مركب الواي فاي في المكان، وقدر يهكر الموبايلات اللي هناك. وسمع سام وهي بتتفق مع روهان انها هتكلمه وتقابله في فندق، وهناك هتسجل له كل حاجه. وفعلا بتتصل بيه عشان تعرفه انها وافقت تبقى عشيقته وهتسبقه على الفندق. وروهان كان بيراقبهم في عربيه قدام الفندق، وفجاه بيجيله فيفيك وبيضربه بحقنه فيها سم. وراح لسام وما اتكلمش ولا كلمه، وبعت لها رساله وقال لها انه عارف ان في كاميرات في الاوضه وعايزه تسجل له. وبعت لها
كمان إن هو سم روهان والترياق معاه وطلب منها تروح معاه عشان تقدر تنقذ روهان، وطبعا سام بتوافق فبيوديها على المكان اللي أجره، وهناك سام بتشوف جدته ميتة فقال لها فيفيك إن هو اللي قتلها عشان كانت هتتصل بباباه وتحكي له على كل حاجة، وهدد سام إنه هيقتلها هي كمان. لا ده طلع مجنون رسمي يعني مفيش كلام، بس سام قالت له انت غبي وورطت نفسك عشان الكاميرات اللي في الفندق صورتك يا حلو وانت داخل وكمان وانت خارج معايا، يعني هيتقبض عليك ووريني بقى هتخرج نفسك من المطب ده ازاي. فبيقوم يمسح نفسه من كاميرات الفندق، وكمان غير وقت خروج سام من الفندق وقال لها بسيطة كده انا ما شفتكيش النهارده. لكن سام كانت ضاربة حبيتين شجاعة وقامت وكسرت الكرسي وقعدت تضرب فيه، وقالت له انها كانت مخططة لكل ده وعارفة انه هيسمع خطتها وجات معاه هنا عشان تقتله، وانه محدش هيشك فيها لانه غير الوقت، يعني هي دلوقتي لسه في الفندق وما خرجتش. وقعدت تضرب فيه لحد ما مات، وطلعت تجري على روهان وادت له الترياق وانقذته. ولما الشرطة وصلت لجثة فيفيك حققوا مع سام لانها كانت مقدمة فيه شكوى قبل كده، وبعد ما اتاكدوا انها ما اتحركتش من الفندق اليوم كله وانها كمان ما قابلتش فيفيك في اليوم ده، وطبعا البركة في صاحبنا اللي مات. وفي النهاية عايزة اقولك ما تستهونش بعقل الست لانها لو حطيتك في دماغها يا ترفعك السما يا اما تجيبك تحت الارض، وكده يخلص فيلمنا. مستنية رأيكم في الكومنتات، ولو عجبكم الملخص ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد.